الدراسة في بلد زي ماليزيا معناها تقابل ناس من بلاد وثقافات مختلفة، بس يا ترى كل واحد يتعلم ايه من ده؟ تعلمت العادات والتقاليد من الجنسيات المختلفة وكيف الناس بتفكر في الدول الثانية، فسواء إيجابيات وسلبيات تتعرف على العالم الثاني يعني. ثقافات وعادات وتقاليد لبلدان عديدة يعني. ازاي اتعامل مع انواع مختلفه او فئات مختلفه من الثقافات، وان ده ممكن يساعدني بعدين يعني من ناحيه التوظيف وبيئه الشغل وكده. تعلمت الثقافات وعرفت الثقافات الجنسيات المختلفة وكسبت معارف. والله الثقافات يعني تعمقت أكثر في الثقافات، شفت البلدان، تعرفت على أشياء جديدة، عادات جديدة، تقاليد. كونه تعرف جنسيات جديدة وكذا في الجامعة دي حاجة ممتازة جدا، بتضيف لك كثير. طبعا أنا لما جيت هنا ما كنت عارف عن الكلتشر الغير السودانية، لكن لما جيت هنا لقيت أخواننا المصريين والسوريين والعراقيين، فالحمد لله زول اتعلم منهم حاجات جديدة وكذا، وأنا فخور جدا بالتجربة دي. والله ثقافات، أول حاجة ثقافة، لهجة. تعلمت إنه اللهجة اليمنية أكلهم أكل اليمني أحلى أكل يمكن أكله من الدول الثانية. حاجات كثيرة ثانية شديد. ثقافات واختلاف في اللغات، اختلاف في العادات والتقاليد وما إلى ذلك. تعلمت ثقافات مختلفة من جميع الجنسيات وأكلات جديدة وأشياء مختلفة يعني. وانتوا كمان اكتبوا لنا اجاباتكم في الكومنتس.